بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب كلكم تكونوا بالف خير. انا النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. انا اشتريت كده منتج. انا بقالي ممكن دي تالت مرة اجيب المنتج ده بصراحة وعجبني، فقلت ايه افيدكم بيه. يمكن يكون موجود عند حد منكم وخايف يجيبه او خايف يستعمله او كده. انا بصراحة عندي مفيش صبانات ومفيش بتوع منظفات وكده، فالحاجات دي بيجيبوها لي، حد بيجيبها لي اونلاين. يعني انا جربتها اول مرة وبعد كده بقيت اطلبها بقى. يعني اول مرة جربتها واحدة كده كانت بتبيعهم وكده، وقالت لي جربيها ولو ما عجبكيش خلاص مش هتخسري حاجة. فانا جربت بصراحة ولقيتها عجبتني جدا، فبقيت بعد كده اقول لها ايه، اتصل بيها انا مخصوص واقول لها هاتيلي دوت ايه ده شاور. شاور جل اللي هو بتاع الاستحمام، بالعطور الفرنسية. بصراحة حاجة تحفة تحفة وتمنه رخيص جدا. يعني تمن الجيركن دلوقتي اللي هو بتاع ماي واي وبتاع الشركات دوت غلي جدا. لكن دوت بصوا ب40 جنيه. وبيعمل 2 لتر، يعني بيعمل قد الجيركن دوت. انا الجيركن ده عندي 2 لتر، عندي بقاله فترة. فبجيب وايه وعبي فيه اللي هو يعني اللي انا اعمله، بعبيه في الجيركن دوت. بصوا بصراحة ريحته تحفة، وبيخلي لك الحمام ريحته جميلة، وهو في الجسم كده بيخلي الجسم جميل ويخلي الجسم يزيق كده وتحفة بصراحة. وبيرغي رغوة جميلة، رغوة في منتهى الجمال. فانتي لو لقيتيه عند اي حد بتاع منظفات، هو بيتباع عند بتاع المنظفات عادي جدا. الشركة دي اسمها بيور. بيتباع عند اي بتاع منظفات. فلو لقيتيه اشتريه وما تقلقيش منه، علشان في ناس، انا من الناس اللي كنت بقلق من الحاجات اللي بتتباع، اللي هي انت اعمليها، يعني عجينة وانت اعمليها. انا كنت بقلق من الحاجات دي، بس بصراحة بعد ما جربت ده عجبني جدا. فهو في منه صابون مواعين، وفي منه كلوروكس الوان، وفي منه، بس الصراحة اللي انا جربته هو الشاور والداوني. جربت الداوني وجربت الكومفورت. لكن جربت اللي هو الديتول بتاع الحمام وكده، لقيته مش حلو. يعني الديتول انا جبته وعملته برضو، هو بيبقى برضو ازازة كده وانت بتحضريها على مية وكده. بس لقيته يعني انت بتحطيه في الحمام ما بيكملش ربع ساعة وخلاص ريحته تروح. هو ريحته قوية اول ما بتحطيه وبترشيه كده، لكن بعد كده بتلاقي بقى ايه، ريحته راحت على طول. ما بيكملش بصراحة. فما جبتوش تاني، هي جبته مرة واحدة وبس. لكن الداوني، اللي هو الداوني او الكومفورت والشاور، بقيت اجيبه على طول. بصوا هو بيبقى عامل كده زي ما انت شايفة، بصوا فوم. انا طبعا ما كنتش عارفة افضيه من الفوم، فسبته شوية لحد لما الفوم اللي فيه راح، وبعد كده ابتديت ان انا اعبيه. بس هو بصراحة بيبقى عامل كده، زي ما انتوا شايفين كده، شايفة الرغوة اللي هو عاملها. بصراحة تحفة تحفة. وهو موضوعه سهل جدا. هو الاكياس دي انت بتجيبيها وبتفضيها على لترين مية، وبتقلبيها ببتاع ده، بمضرب، بمعلقة خشب، بأي حاجة بتقلبيها وخلاص. بصراحة انا عاجبني جدا، فقلت ايه افيدكوا عشان لو لقيتوه عند اي بتاع منظفات ما تقلقيش وتجيبيه. بس انا قلتلك على اللي انا جربته. انا جربت الشاور جل دوت،
والكومفورت او الدوني. الدوني الازازه بتاعته لونها ازرق، الكومفورت الازازه بتاعته لونها بينك كده، اللي هي محطوطه جنبي دلوقتي، هوريها لكم برضو دلوقتي. هما دول اللي انا جربتهم وطلعوا تحفه. لكن جربت الكلوروكس الالوان مش حلو خالص، زي الميه كده مش حلو خالص. وجربت اللي هو البتاع بتاع الحمام ده اللي هو الديتول. لكن بصوا ده الكومفورت تحفه تحفة وريحته تحفة. انا بغسل منه الحمام، بفضي منه وانا بمسح الشقة، بحط منه غطا كده وانا بعمل الشقة. طبعا هنا ولادي طبعا ما كانوش سايبيني وقاعدين جنبي. هنا عمار هو اللي كان بيفضي لي المية، ومالك قاعد قدامي، وايسل قاعدة قدامي، وكلهم قاعدين مش سايبيني بصراحة. الازازة الصغننة دي، بصوا الازازة الصغننة دي بتعمل 4 لتر وممكن 5 كمان، يعني هي بتعمل 4 لتر، بيبقى تقيل كده. الازازه الصغننه اللي انت شايفاها دي ب35 جنيه، واللي هي الكومفورت الدوني ب30 جنيه، ازازه لونها ازرق كده. ماشي. انا بس بصوا انا بعمله على 4 لتر ميه. هنا الازازه بتاعت الازازه دي كانت 2 لتر ونص، فحطيت ازازه ونص، سبت الباقي دولت اللي هو ايه يعتبر نص ازازه، عشان الازازه دي 2 لتر ونص. ماشي اهو انا بوريكم ان هي 2 لتر ونص، فانا حطيت ازازه ونص، ما حطيتهمش كلهم. وهفضي بقى عليهم الازازه بتاعت الكومفورت دي. الازازه دي ب35 جنيه، والشاور ب40 جنيه، الكيس ب40 جنيه. بيعمل 2 لتر، ودي بتعمل 4 لتر. بصراحة انا بستعمله في كل حاجة، بحطه في الغسالة، وبحطه هو الغسالة الاوتوماتيك، هو محطوط على العلبة صورة الغسالة الاوتوماتيك. هنا الازازة وقعت مني في المية، لما وقعت مني في المية فعملت ايه كتل كده، فانا طلعتها بالايه باللي هي عصاية الشيش دي، طلعت بيها الايه اللي هو جواها. بصوا انا طلعت بيها اللي هو جوه الازازه. حاولت ان انا اطلعه بالايه باللي هي الستيكس دي اللي هي بتاعت الشيش طاووق. بصوا هو بيبقى كلاكيع كده في الاول، بصوا بيبقى قطع كبيره كده في الاول، بس انت بتقعدي تقلبي فيه. على فكره تقليبه مش كتير خالص، يعني هو ما كملش 5 دقايق معايا، وبتلاقيه فك معاكي وبقى زي الفل. بصوا هو بيبقى قطع كده، وبعد كده في اقل من 5 دقايق بيفك معاكي خالص. انا قلبته بالمضرب اللي هو الويسك ده بسرعه، ما خدش معايا 5 دقايق وبقى زي الفل. بتستعمليه بقى لكل حاجه. انا بحط منه على الهدوم، بحط منه في المسيح، بحط منه في الحمام، بحط منه في كل حاجه. بيخلي لي الشقه ريحتها تحفه، وبيخلي لي الغسيل ريحته في منتهى الجمال. بتحطي الغسيل كده على الحبل وانتي حابه تشمي ريحته، بصراحة جميل جدا جدا جدا. الكومفورت او الدوني الاتنين حاجة تحفة. هو الكومفورت ب35 والدوني ب30. برضو هتلاقيه عند اي بتاع منظفات. جربيه ومش هتندمي خالص خالص. بيتباع عند اي بتاع منظفات. انا عندي هنا زي ما قلت لكم، انا مش بجيب من بتاع منظفات لاني ما عنديش حد بتاع منظفات، انا بجيبه اونلاين. بصوا حاجة كده والله العظيم حاجة في منتهى الجمال. انا قلت افيدكم بيها علشان لو موجودة عند حد منكم وخايف يجيبها او قلقان منها او كده، لا انا جربتها بدل المرة 2 و3. يعني الكومفورت جربته مرتين، والدوني جربته مرة، وال اسمه ايه ده
الشاور جربته 3 مرات. بصراحة انا مرضتش اعمل لكم بيه فيديو اول ما جبته، قلت ايه اخليني لما اجربه. بصي انتي هو بيبقى خفيف كده اول ما بتعمليه، هو مش خفيف، هو تقيل، بس هو لسه بيتساب 4 ساعات يخمر. يعني بتسيبيه كده في الازازة دي 4 ساعات وبعدين تبتدي تستعمليه. هوريهولكوا برضو وهو تقيل. اول ما بتسيبيه بقى ال4 ساعات بتوعه بتلاقيه حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. زي ما انت شايفة دوت. بصوا هو مش تقيل قوي، مش تقيل، هو خفيف. يعني هو ولا تقيل ولا خفيف، بس لما بيخمر بيتقل عن كده خالص. وبرضو الشاور برضو بتسيبيه 2 3 كده، ما بتستعملوش على طول، بتسيبيه 2 3 كده لحد لما يخمر، وبعد ما يخمر برضو تبتدي تستعمليه. برضو تحفة تحفة للجسم وريحة الحمام وكل حاجة بصراحة. هنا اهو بعد ما فضيتهم. بصوا انا عملت ازازة ونص، الازازة دي 2 لتر ونص والازازة دي 2 لتر ونص. عملتهم اهي ازازة ونص. بصوا بصراحة جميل جدا. هوريهولكوا برضو دلوقتي بعد لما تقل. هتشوفي دلوقتي. بصي بعد ما تقل هنا اهو ده الشاور. انا عملت دي وبقى شويه صغننين كده حطاهم في ازازه صغننه. بصوا بعد ما تقل بقى عامل ازاي، بيعلم في الازازه خالص. يا دوبك بحط منه غطا بس في قلب الغساله، في الغسالة الاوتوماتيك، او بحط منه غطا على المسيح، بيبقى تحفة. هنا بقى الشاور برضو. بصوا الشاور تقل جدا وبقى جميل وريحته تحفة. اول ما تفتحي كده الجيركن بتلاقي ريحته ريحته هبة كده، ريحته جميلة. بصوا هنا اهو انا بفضهولكوا. بصوا تقل ازاي، احلى بصراحة من بتاع الشارع، والله العظيم احلى كتير كتير من اللي انتي بتجيبيه في الجراكن ده. بصوا تقيل وعامل ازاي، تقيل جدا. بصوا انا هجرب لكم دلوقتي على ايد ايسل طبعا قاعده جنبي مش سايباني. هجربه لكم دلوقتي على ايد ايسل. بيرغي قوي قوي. وبصوا ايد ايسل طبعا الصغنونه الجميله دي. بصوا بيرغي قوي، واول ما بتحطيه كده بيقوم عامل فوم ابيض. بصوا شايفه، هي الكاميرا طبعا ظلمه، الكاميرا مش مبينه قوي، بس بصوا انا عماله اقرب لكم في ايد ايسل. بينضف جدا، بينضف الايد جدا. يعني حتى لو هتجيبيه لغسيل ايد ولادك بصراحة تحفة تحفة. بصوا تقيل ازاي وبصراحة جميل، انا عجبني جدا. بس قلت افيدكم وان شاء الله يعجبكم زي ما عجبني. وما تنسونيش بالاشتراك وباللايك وكومنتاتكم الجميلة، واللي جربوا قبل كده يقولوا ايه رأيه فيه. ومستنية كومنتاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.